اهلا وسهلا يا حبايبي. معاكم جدة ملك، والنهارده جايبه لكم امثال كانت اجدادنا بيقولوها زمان. ومثل النهارده بيقول: اقعدي يا بنتي على الحيطه وسمعي اللي يجي. زمان يا ولاد كانت ستات بيوتنا جداتنا الحلوين يقولوا امثال غريبه شويه، بس فيها حكمه لو وقفنا نفكر فيها. وكان من اكتر الامثال اللي سمعناها واحنا صغيرين مثل بيقول: اقعدي يا بنتي على الحيطه وسمعي اللي يجي. والمثل ده كانوا بيقولوه للبنت اللي لسه صغيرة أو داخلة على الجواز، علشان تتعلم تسكت وتسمع أكتر ما تتكلم، وتشوف الدنيا وتتعلم من غير ما تورط نفسها في مشاكل. والحيطة هنا رمز للسكينة، تقعدي وتاخدي بالك من اللي حواليك بدل ما ترمي نفسك في الكلام الكتير أو الردود السريعة. هو المثل فيه شوية قسوة على البنات، بس زمان كان المجتمع كده شايف ان الست الحكيمة هي اللي تسمع وتسكت، مش اللي ترد. بس برضو مش غلط ان احنا ناخد من المثل الحكمة ونسيب القسوة. يعني اسمعي قبل ما تتكلمي، خدي بالك من اللي حواليكي، بس كمان لما يكون ليكي حق اتكلمي برقة وقوة وأدب واحترام للموجودين. المثل العربي هنا بيقول ايه: اسكت تسلم واحكي تندم. كل جيل له أمثاله، بس أمثال زمان كان ليها نكهة تانية. فاكرين أمثال جداتكم كانوا بيقولوا إيه؟ اكتبولي في التعليقات، وخلينا نرجع الكلام الحلو اللي كنا بنسمعه واحنا صغيرين. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ودوسوا لايك. وسلام يا حبايبي.